دخلت ايكيا وقلت هلف فيه نصايه واطلع. دخلت الساعه 6 طلعت منه الساعه 12. المكان كبير جدا حرفيا، وكل قسم فيها يخطفك ويسحلك معاه. بس الاسعار من الاسعار يا جماعه، الاسعار هناك ما بتهزرش. اول ما تدخل ايكيا بتحس انك دخلت كوكب تاني، كل حاجه مترتبه، كل تفصيله محسوبه، حتى الكوبايه حاطين جنبها ورده، وجنب الورده كتالوج، وجنب الكتالوج السعر. تحس انك ماشي في ماكت كبير. بس اللي عجبني بجد انك ممكن تمشي جوه تاخد افكار كتير جدا لو بتحب شغل الكرافتس او بتجهز شقتك. يعني حتى لو مش ناوي تشتري هتخرج من هناك بشويه افكار حلوه جدا، ودي لوحدها حاجه عظيمه. ايكيا مش بس بيبيعوا عفش، دول حرفيا بيبيعوا حل للمشكله اللي اسمها الفوضى. كل سنتي في التصميمات بتاعتهم معمول بحساب. انا شفت اوضه هناك عاملين فيها سرير ودولاب ومكتب ومكتبه وركنه للقراءه، ولسه فاضل فيها مساحه ترقص فيها كمان. الافكار هناك فعلا عبقريه، تحسهم قاعدين بيخططوا لكل حاجه بدقه. ولو واحد عنده اوضه صغيره قوي انصحه بجد يروح يشوف استغلال المساحات العبقري اللي هناك. اما بقى قسم النباتات يا جماعه، ده مش قسم، ده جنه صغيره. نباتات بألوان خرافية وأشكال تحفة، وخصوصا النباتات الحقيقية اللي طول عمري بشوفها بلاستيك بس، لكن هناك شفتها نباتات حقيقية. النباتات لوحدها تخليك تفكر تغير ديكور بيتك علشان تشتريها. ونيجي بقى للجزء اللي فعلا خطف قلبي، ريحة الشمع هناك كأنك دخلت فيلم رومانسي. الروائح المعتادة موجودة، لكن اللي خطفني روائح تانية غريبة. مش ساعات كده بتخطفك ريحة حاجة معينة؟ اهو ده اللي حصل لي لما وصلت القسم ده. هنا خطفتني ريحة غريبة اسمها انستاكا، مش قادر احدد بالظبط هي ايه، لكن ريحتها خطفتني فعلا. وهنا ما قدرتش اقاوم وقررت اشتريها، لكن لما شفت سعرها قررت اعيش باقي حياتي جنبها في المعرض احسن. سعرها كان 300 جنيه، وبصراحة ما قدرتش اقاومها واشتريتها. ومش بس هي، اشتريت كمان واحدة هكتب لكم اسمها عشان ما عرفتش انطق، وريحتها بجد تحفة. نيجي بقى للأسعار، عشان الأسعار هنا كانت بالنسبة لي صدمة، خصوصا كمان لما لقيت ناس بتشتري بالأسعار دي. ايكيا فعلا عندهم منتجات بالجودة اللي تستحق، ده مفيش فيه كلام، بس في حاجات فعلا مبالغ فيها. يعني مثلا ليه السجادة دي ب 18,000 جنيه؟ مش فاهم. طب دي ليه ب 9,000 جنيه؟ الشمعة اللي جبتها ب 300 جنيه الحامل بتاعها كان ب 500 جنيه، ليه؟ الأسعار هناك هتفكرك بجملة واحدة: احنا فقراء. بصراحة ايكيا مكان هيخطفك، وكل تفصيلة هناك فيه هتلهمك، بس لازم تروح وانت عارف مش كل حاجة هناك مناسبة لميزانيتك. بس هتطلع من هناك بأفكار ممكن تنفذها من أماكن تانية بأسعار أحسن بكتير، أو حتى ممكن تعملها بنفسك لو عندك شوية صبر وشنيور. أنا خرجت من ايكيا صحيح ما غيرتش ديكور بيتي، لكن غيرت دماغي وتفكيري، زي إن أنا ابتديت أبص لحاجات صغيرة في بيتي بس بطريقة مختلفة. ولما شميت الشمعة العطرية فهمت يعني إيه المكان يبقى ريحته حلوة قبل ما يبقى شكله حلو. وانا نويرة، ومن كل مكان بروحه بحكي لكم حكايته. تابعوني علشان نعيش التجربة سوا.